تعالوا الموضوع الثاني وهو موضوع الشيبي وحسين الشحات. فجأة وبلا أي مقدمات اشتعل الأمر بشكل غريب جدا، بشكل غريب جدا. والنادي بيراميدز أصدر بيان والأهلي طلب تحقيق لجنة الانضباط. بس أنا عندي مفاجأة النهاردة، إنه الأهلي بقاله فترة من فترة طويلة، من أكتر من شهرين إلى 3 شهور يعني، خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قانونية لجوء اللاعب إلى المحاكم الجنائية. المفاجأة، وهقول لكم نصا دلوقتي اللي اتقال في الخطاب، هقول لكم نصا ان اتحاد الكورة رد على النادي الاهلي وقال لهم ليس من حق اللاعب اللجوء الى المحاكم الجنائية، وانه اخطأ في هذا الامر. لا ما تطلعش على الشاشة من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك، اتشال الخطاب ده على الشاشة من فضلك. بصوا يا جماعة، اللي حصل انه اما عن واقعة تقديم بلاغ للنيابة العامة من اللاعب محمد الشيبي بشأن هذه الأحداث، فهو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، باعتبار أن الأحداث متعلقة بالمباراة، وهذا ما ورد بتقرير مراقب المباراة وتم التعامل معها وفقا للوائح المحددة أو المحددة لذلك، وبناء عليه فقد تم إحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما تراه مناسبا طبقا للوائح المطبقه في هذا الشان. اقفل هنا، اقفل. هذا الخطاب صريح من الاتحاد المصري لكره القدم. سيبك بقى من ده كله. السؤال بقى اللي انا عايز اقوله في النهايه خالص، هيحصل ايه للاثنين لعيبه؟ تعال نوصل للماكسيمم، لاقصى حاجه ممكن تتخيلها. الحكم بحبس مثلا حسين الشحات 3 شهور مثلا، ده اقصى حاجه يعني. 6 شهور يا سيدي، ده انا بقول لك ده يعني ايه؟ ده لو يعني انا طبعا مش فاهم قانون، بس انا بقول لك يعني ده في النهايه خالص. ماشي. طيب، والشيبي هياخد وقف محترم هو كمان، لانه خالف. انت عندك هنا بتقول محكمه جنائيه، ماشي، هناك دستور مصري، وهذا ما اكده نادي بيراميدز في بيانه، وما اكده النادي الاهلي في خطابه، انه لا، ده انت اتحاد الكوره، ده انت اللي قلت كذا 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 كذا. طيب، يعني هنا في اذيه وهنا في اذيه. طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ ممكن يحصل انه حسين الشحات ياخد مثلا ايه؟ غرامه، وارد. ياخد براءه، وارد. ياخد حكم مع ايقاف التنفيذ، وارد. كل ده وارد، مش كده برضو؟ ونفس الامر بالنسبه لمحمد الشيبي. كل من تعامل مع حسين الشحات بيأكدوا انه شخص مهذب وخلوق وابن بلد وجدع وكل حاجه جميله. وكل ما تعامل مع محمد الشيبي بيقولوا انه فعلا بني ادم مؤدب وراجل بروفيشنال، فالاثنين الكلام عليهم كويس جدا يعني. طيب، هو ما فيش رجل رشيد؟ أليس بينكم رجل رشيد؟ يعني معروف ان المشاكل بتعلى دايما، اي حاجه بتحصل فبتوصل للبيك زي ما بيقولوا، بعد كده بتدخل الناس، بتدخل ولاد الحلال. بالراحه، بنقدم الامور الطيبه، الكلمه الحلوه، الكلمه الطيبه، وفي النهايه الشيبي تم الاعتداء عليه داخل الملعب، صح. الشيبي له حق. هتقول لي حسين الشحات اعتذر، حصل، وانه في وجود الكابتن هاني واللعيب وباسوا بعض وحضنوا بعض، صح، ماشي. وان اللعيب كان متقبل، ما نعرفش قوي، بس اللي احنا شايفينه كان وانه حسين طلع في احد البرامج وقال انا بعتذر للشيبي والقصه. وبعدين هي الجمله اللي ولعت الدنيا لما قال بس ممدوح عيد ولعها. حق نقول الكلمتين دول يعني. المهم اتقالوا فالدنيا ولعت. لكن في النهايه يا جماعه، نحن في وسط رياضي، في ملعب كره قدم، بتحصل نرفزه وبيحصل خروج عن النص وبتحصل مشاكل وبتحصل ازمات. مش كده، بالعقل وبالهدوء. مش من صالح حد انه الجو يفضل مشحون وسخن بالطريقه دي. بالعقل، بالهدوء، نحل، والشيبي ياخد الاعتذار المناسب، وحسين الشحات عمل ده، واعتقد ان عنده استعداد يعمل ده تاني، والامور تنتهي بخير وسلام وبعقل الحقيقة ان موضوع الشيبي وحسين الشحات اللي ولعوا معروف يا كابتن شوبير اللي هو ممدوح عيد.
ممدوح عيد اللي كان بيتمنى ان هو يتعاقد مع حسين الشحات، ولما حسين رفض ان هو يروح بيراميدز انتظر او استنهز او كان مستني اي فرصة علشان يخلص على حسين الشحات لحد ما جات له موضوع الشيبي، لان الموضوع كان خلص، اللعيبه اعتذرت وحسين الشحات اعتذر للشيبي وصالحوا بعض في الاستاد والموضوع خلص، وحسين الشحات اتعاقب من لجنه المسابقات ومن رابطه الانديه، واللاعب التزم واعتذر في اكتر من برنامج. لكن اصرار ممدوح عيد لما حسين الشحات فعلا قال هو اللي ولعها، ودي حقيقه، هو لم يتجنى على يعني ممدوح عيد، لكن حقيقة ان ممدوح عيد هو اللي ولع الموضوع، هو اللي وصله للمحاكم المدنية. وانا بطالب مجلس ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بعدم التنازل عن حق من حقوق حسين الشحات، ويعني رفع القضية الى المحكمة الرياضية باذن الله، علشان يتعاقب اتحاد الكرة اولا ثم الشيبي وبيراميدز ثانيا ان شاء الله، وحق الشحات لازم يرجع تاني علشان يعني محدش او يعني يكون في مسؤول يكون حاطط نقره من نقر لاعب علشان مجرد ان هو كان بفوضه او كان عايز يروح النادي. وانت عارفين ممدوح عيد بيكره النادي الاهلي كره شديد جدا جدا، لان النادي الاهلي طرده من النادي وطبعا راح بيراميدز، وشايفين الحوارات بقى والمشاكل اللي عملها مع النادي الاهلي.